الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى أهله وأصحابه وجميع ما والاه. إخوة الإيمان ومتابعين الأعزاء وأحبائنا الأوداء، نرحب بكم جميعا في هذه المناقشة العلمية الرائعة بعنوان مراجعة أقوال مدير المركز. فتعالوا معنا إن شاء الله بقدرته سبحانه وتعالى. فالهدف المنشود من هذه المناقشة هو تدلية الحقائق بأسلوب أدبي رصين وبمنهجية رائعة دون الجوجاهية. إن شاء الله ننتظر انضمام الأخ الفاضل المشارك أستاذ طلحة عبد الله. وبناء على ذلك دعوني أعرف بدخول سماحة الأستاذ الفاضل الذي معنا الآن فضيلة الأستاذ أحمد يوسف اليلمعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. نعم، نعذر الأخ طلحة، ممكن الشبكة ظلمته أو خانته، لكن لا نتسرع في الحكم حتى يأتي بنبأ يقين إن شاء الله. وقد أسلفنا القول أن الهدف المنشود في هذه المناقشة ليس للتغلبة أو للسخرية فريق على آخر، لا، إنما الغاية الأساسية من هذه كما قال سبحانه وتعالى: ليحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم، أترك المجال لأستاذ يوسف بأن يعرف بنفسه، وإن شاء الله نشرع في صميم المناقشة بدون إطالة مملة بعون من الرحمن. ومع ذلك ننتظر حضور وانضمام الأخ طلحة عبد الله. إن شاء الله سينضم إلينا في أقرب وقت ممكن إن شاء الله، نعذره. نعم، تفضل يا أستاذ. أستاذ يوسف، أنتم معنا؟ هل أنتم تسمعونني؟ أنا لا أسمعكم. أستاذ. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، أسمعكم الآن، تفضلوا. طيب، بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم وأسعد داريكم يا رب. وأنا كما عرفتموني من قبل لا أحتاج إلى تعريف قط، واكتفيت بما عرفتموني به، وهو أنا أحمد يلمعي يوسف كما عرفني الناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثنى وإياكم وجميع من كأن الشبكة ضئيلة عندكم، لو سمحتم ممكن النظر فيه قبل الخوض في صميم المناقشة. يرجى النظر في ممكن الجوال أو الشبكة لو تفضلتم. سبحان الله، أنتم معنا؟ نعم، شكرا جزيلا. لكن نعم، أنا معكم. لدي مقترحات أود طرحها قبل الشروع في صميم المناقشة، وأرجو من جميع المشاركين أو من الطرفين المعنيين بهذه المناقشة أن يلتزما بها. الأول، أقول بالتركيز على الموضوع، لا نريد الخروج من الموضوع أو التداخل في غير موضعه، نريد ذلك. وكذلك الاحترام المتبادل، نريد أن يحترم كل واحد منهما صديقه أو شريكه في هذه المناقشة. كما أسلفت القول، الغاية هو إثبات الحق وإبطال الباطل، لذلك يرجى من كل واحد منكما الالتزام بهذه الضوابط. وكذلك سجلت نقطة هنا كذلك وأود التركيز عليها، وهو ماذا هو؟ عدم المقاطعة. إذا شرع واحد في سرد أقواله أو أثناء تكلمه، لا نريد من جهة أخرى أن يتدخل أو يقاطعه أثناء إلقائه، لذلك نتفق ويكون الأمر على أحسن ما يرام. فجزاكم الله خيرا. كما قلت سابقا ننتظر حضور وانضمام الأخ طلحة، نسأل الله أن يوفقه وجميع متابعين الأعزاء، فتفضلوا معنا. فالموضوع كما كان واضحا، دعني أريكموه. نعم، المناقشة العلمية في مراجعة أقوال مدير المركز. فلغة المناقشة كما أعلنا سابقا
تكون العربية الفصحى. نعم. وكذلك فيه بعض النقاط نركز في هذه المناقشة على 3 نقاط أساسية. الأولى، النقطة الأولى دعوى وجود حديث رمي فيه النبي بالزنا، حاشاه فالعياذ بالله. هذا أول ما نتوغل في صميمه، وأترك المجال. فالوقت المحدد لكل مشارك 10 دقائق، وأود الالتزام بهذا التحديد لو سمحتم. وإذا انتهى الوقت ممكن قد وضعت منبها هنا سأنبهكم أو أترك هكذا ليعلم المتكلم أن الوقت قد انتهى إن شاء الله. نسأل الله أن يسدد لسان الجميع. وكما قلت سابقا ننتظر الأخ طلعة ومنظمه كمان، لأننا اشترطنا والمسلمون على شروطهم، قد اتفقنا ووصلت الرسالة إلى هذا الأخ، لكن إلى الآن لا ندري السبب في تأخره. لكن كما قلت سابقا العذر للعذر، لذلك ننتظره وقدمنا له العذر، ونسأل الله أن يأتي به إلينا في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. شيخ أحمد يوسف 10 دقائق فتفضلوا. وإذا كنتم تحتاجون إلى مقطع الخاص بالمدير، والصلاة والسلام على الله إذا محمد بن عبد الله ومن والاه، وبعد. أشكر الشيخ سليمان على شيء، وأسأل الله أن يجزيكم جزاء. وأود أن أنبهكم على أمر مهم، وهو أن معكم مقطعا من مقاطع شيخ هؤلاء وهو مدير المركز. أود أن تشغلوا المقطع الذي يطعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فهمه على حديث ما، يطعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم باغتصاب، أنه أراد أن يغتصب امرأة وهاشاه أن يفعل ذلك. وأود المقطع ليسمع كل من يشاهد هذا المقطع، بعد ذلك نشرع في نقد ما في مقطع، نبين وجه ضلالته وزيغه. لا أنا سأسمعكم شيخ، الصوت غير واضح، لو سمحتم. نعم المقطع، نعم استمعوا إليه. نعم تسمع. نعم تم عرضه. àdìsí tí wọ́n ní pé ànábì orépù tó sì wà nù sọ̀hí pé ànábì ò so igi ọmọbìnrin ọ̀hún, pé ànábì kan fa ẹnìkan lẹ́yìn. wọ́n wá ń lọ, wọ́n wá dé àdúgbò kan tí wọ́n ń pè ní. لو سمعتم أستاذ، هل هذا هو المقطع المعني؟ هذا هو لو سمحتم. نعم اوكي. church ògiri méjì wà ń bẹ̀, ògiri àgbàlá ó wà báyìí. Ànábì wa sọ pé ijlisu ha huna بانتا. حدثنا أبو نعيم. أني حدثنا أبو نعيم. حدثنا عبد الرحمن بن غسيل. حدثنا عبد الرحمن بن غسيل. عن حمزة. بن أبي أسيل. عن أبي أسيل. رضي الله عنه قال. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى انطلقنا إلى حائط يقال له شوت. حتى انتهينا إلى حائطين. فجلسنا بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا. ودخل. Ànábì wa wọlé lọ. وقد أتي بالجونية. wọ́n ti wá lọ mú ọmọbìnrin kan wá tí wọ́n ń pè ní jawniya, wọ́n ti fi sínú lẹ́yìn ni. فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان. wọ́n wá fi sínú lé Umayma ibẹ̀ gbogbo bẹ̀ oúnjẹ bíntu Umayma. بنت النعمان بن شراحيل. ومعها دايتها حاضنة لها. ẹni tó ń jẹ́ dáyà ẹni tó ní kán lọ pè wá ni wọ́n lọ pè é wá, ó wà ń bẹ̀.
فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال lọ pé obìnrin fún ẹ dákun torí Ọlọ́run. akramakumullah. wọ́n wá mẹ́nìkan wọ́n á jíjọ ṣeré jáde ni wọ́n wá lọ bí tí wọ́n ti tọ́jú ọmọbìnrin ní fún sí. la ilaha illallah. ti bi tilẹ̀ dá. Ànábì wa ń sọ fọmọbìnrin ni pé habibi nafsaki pé tẹ́ra ara ẹ lẹ̀ fún mi. qalat. lóbìnrin ni wọ́n sọ pé. wàhálì táhàbù malikatu lè súkọ. ẹ wo ẹni wọn làwọn gbọ́ lárúbá ni kẹlímà ló ń jẹ́ súkọ. èèyàn yẹpẹrẹ ọmọbìnrin wa sọ pé ṣé princess lè fún ó lè fi rẹ̀ kalẹ̀ fẹ́ẹ̀yàn yẹpẹrẹ lásán. la ilaha illallah. ṣé Ànábì Muhammad wa ni lè súkọ. sallallahu alayhi wa sallam. ẹ dákun hadisi Bukhari ló wà. Bukhari ni. qala fa ahwa biyadihi yadahu alayha litaskuna. pé Ànábì lẹ́nu wọn lọ́hùn pé Ànábì wa bọ́mọbìnrin ní tí ò fẹ́ gbà tí ò fẹ́ ṣe kínní Ànábì wa fẹ́ fọwọ́ tẹ̀ lórí pé ní sùúrù pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ rẹ̀. fa qalat a'udhu billahi minka. bọ́mọbìnrin ní tí ló bá sọ pé a'udhu billahi minka mo wọ́ lọ́hùn ní sọlọ́dọ̀ ẹ̀. fa qala qad uzti. l'Ànábì wa ni bi ma'azin. o ti wá o ti fi rẹ̀ o ti wáṣọ lọ́dọ̀ ẹ̀ ní tá a wáṣọ lọ́dọ̀ rẹ̀. fa Ànábì. thumma kharaja alayna. eléyìí náà ni sunna o sangba wọn wèrè. Allah. hadhihi sunnatun indahum hum majanin. Allahu akbar. fuqdanul adab fuqdanul aql fuqdanul ilm adimul adab. Allah. wọ́n ní làákàyè wọ́n ní gbogbo nǹkan ni wọ́n ṣòfò ẹ̀. Allahu akbar. ẹ wá wípé àwọn ànúdáfẹ́ àni sunna wọ́n ní kò sí sunna ok tó o bá wípé mo wípé kò sí sunna ó dà kò sí sunna. بارك الله فيكم شيخ. أتسمعونني؟ لم أسمعكم. نعم الحمد لله رب العالمين. سامحوني. نعم الحمد لله. أعتقد أن كل واحد منا استمع إلى المقطع ونرجو من الأخ الفاضل أن يرد عليه أو يبين آراءه فيه وموقفه. تفضل حياكم الله. بارك الله فيكم. المقطع كما شغلتم بارك الله فيكم يدندن أن يثيروا حول هذه بعض الأشياء التي لا نحتاج إليها. منهم من يقول أين المقطع الذي قال فيه مدير المركز أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتصب امرأة؟ والحمد لله قد استمع كل منا هذا المقطع. اغتصب امرأة، والحديث كما فيه المركز وصاحبه قراءة هذا الحديث. سوف أورد الحديث بتمامه ثم أشرحه شرحا يزيل ادعاءات سيئة التي أثارها مدير المركز حول هذا الحديث. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أبو نعيم هنا ليس أبا نعيم الأصبهاني أو الأصفهاني كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ولكن أبا نعيم هنا هو الفضل، وهو إمام محدث كبير صفه بأي شيء ما خلا الألوهية المحدثين في عصره. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن ابن غسيل، عبد الرحمن ابن غسيل، عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد ابن حنظلة ابن أبي عامر، لكن عبد الرحمن غسيل نسب إلى جده الثاني وحنظلة.
حنظلة كان صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أزود، ولما استشهد غسلته الملائكة، فلذلك سمي غسيل الملائكة. ونسب هذا الرجل أي عبد الرحمن إلى جده الثاني الذي هو حنظلة المسمى بغسيل الملائكة. حدثنا عبد الرحمن ابن حدثنا أو أن حمزة ابن أبي أسيد رضي الله عنه. أبو أسيد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة الجونية أميمة بنت نعمان ابن شراهيل، وقد أتي بها فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت شراهيل، أي في بيت نفسها المرأة، فأنزلت في بيتها حاضنة لها، أي التي أولاد، كما قال بعض أهل العلم. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي، هبي لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة تقصي هذه المرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تزوج هذه المرأة قبل أن يدخل عليها، وقبل أن يكلمها، وقبل أن يقول لها هبي نفسك لي. وفي البخاري رحمه الله، وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى بعض روايات توضح وتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذه المرأة، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: سألت زهري أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه. كانت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم، فأي أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عثت بعظيم الحكي بأهلك. فهذه الرواية من نفس صحيح البخاري تبين وتوضح أن هذه المرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد نكاحها. وكذلك في نفس البخاري رواية أخرى أخرجها الإمام البخاري رحمه الله، وإن كانت الرواية معلقة، ولكنها تبين وتزيد هذه القصة وضوحا. قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت نعمان ابن شراهيل، فلما بسط يده إليها كرهت ذلك، أعوذ بالله منك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبا أسيد أن يجيب ويكسوها رازقيين. وهذه الرواية قلت وإن كانت معلقة من الإمام البخاري في صحيح البخاري، فإنها توضح وتبين أن هذه المرأة الجونية التي اسمها أسماء بنت نعمان يجب أن نلاحظ شيئا مهما، وهو أن قال إن نبيه وسلم اغتصب هذه المرأة. في هذه الروايات التي قرأناها شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتصب هذه المرأة؟ فكلنا نعرف معنى الاغتصاب. هل في هذا الحديث شيء يدل على لو سمحتم كلا، ليس فيه شيء يدل على ذلك. وإن لم يكن في الحديث ما
يدل على ومدير المركز. لو سمحتم أستاذ، يقول إذن مدير المركز الآن معي عرض النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو أن الشبكة عندكم ضئيلة جدا، فالصوت يتقطع. سبحان الله، سامحونا متابعينا الأعزاء، الشبكة عند فضيلة أستاذ يوسف وهل ضئيلة. نعم، يبدو أن الصوت يعني يتقطع أحيانا، ويعذر للمشاهدين أن يسمعوكم جيدا. ممكن جيد الآن، واصلوا لو سمحتوا. نعم تفضلوا. طيب، فالذي أقول هو أن قصة هذه المرأة قال مدير المركز النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصره عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام البخاري الأوزاعي أنه قال رحمه الله تعالى: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم الحكي بأهلك. وهذه توضح لنا أن هذه المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يستعيذ عليه، وقبل أن تستعيذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقصة أي قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة الجونية استخرج منها أهل العلم فوائد جمة. فلذلك يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار أن أهل العلم أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذه، لكنهم اختلفوا في سبب. وقال الإمام ابن عبد البر: فلذلك يستدل أهل العلم هذه القصة على على أن اللفظ أهلك كناية عن الطلاق. القصة لها تأثير جيد وعظيم في أحكام الإسلام، الوقت لو سمحت، لا سيما فيما يتعلق بالطلاق. والآن قد بينا أن هذه القصة ليس فيها اغتصاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، بل تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بارك الله. نعم، شكر الله سعيكم السلام عليكم. نعم، نسمعكم الآن. وكأن الشبكة ظلمتنا الليلة، نسأل الله السلامة. نعم، بعد بيانكم سمعتم كل ما قلت. نعم سمعنا، لكن الصوت للأسف يتقطع أثناء الكلام. لكن إن شاء الله من ودي أن تلخصوا جميع ما قلتم سابقا، لأن الشبكة ضئيلة جدا، لا نعرف السبب في ذلك. لكن فضلا لا أمرا، ممكن أن تلخصوا لنا ولو بدقيقتين، أن تلخصوا جميع ما قلتم حتى يعلم الناس مدى كذب هذا الرجل السخيف. نريد أن نكشف عن جهالاته وضلالاته. ومما لا يخفى، سميت هذه المناقشة مناقشة فارقة فاصلة، مناقشة الفرقان. جئنا هنا لنكشف الغطاء عن جهالاته وضلالاته وسفسطاته. لخصوا دقيقتين إن شاء الله. لم أسمع ما قلتم شيء. أولا تلخصوا ولو دقيقتين جميع ما سبق أن قلتموها لتعم الفائدة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا أسمعكم. تسمعونني؟ سبحان الله، تسمعونني؟ ألو شيخ، أنا أسمعكم، ممكن تكلموا. أنا لا أسمعكم الآن. ماذا طالبتموني به؟ فطلبي أن تراجعوا أو تلخصوا جميع ما سبق قلتموها لتعم الفائدة، لأن المتابعين الأعزاء قد فاتهم بعض الأشياء، وأريد منكم أن تلخصوا ولو دقيقتين حتى تعم الفائدة لو سمحتم. واضح؟ بارك الله فيك. كما سمعنا مقطع الرجل
أي مقطع مدير المركز حبيب الله آدم عبد الله الإلوري. نعم، كما سمعنا مقطعه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه اغتصب امرأة، وقد أوردنا الحديث من صحيح البخاري وأوردنا معه روايتين تبينان أن هذه المرأة الجونية التي ادعى مدير المركز اغتصاب النبي صلى الله عليه وسلم إياها، بينا أن الحديث ليس فيه ما ادعى مدير المركز، ليس فيه ما ادعى مدير المركز، بل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. وهنا أقول إن لم يكن في الحديث ما ادعى مدير المركز فيكون مدير المركز من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه، فيكون ما ادعى قوله وليس ما ادعى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج كما روى الإمام البخاري. الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال عروة عن عائشة رضي الله عنها كما أن الإمام الله تعالى قال سألت الإمام الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه، فقال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون أي أميمة بنت نعمان ابن شراهيل لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد بعظيم الحكي بهذه الرواية عليه وسلم تزوج هذه المرأة، وإن كان في اسم هذه المرأة خلاف يسير في الرواية عند ابن سعد فيه رواية تقول إن اسمها أسماء بنت نعمان، ولكن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قد بين لنا في فتح الباري أنه لعل اسمها أسماء ولقبها أميمة، فأمكن الجمع بينها روايتين اللتين ظاهرهما تعارض. إذا قلنا أسماء ولقبها ماذا؟ أميمة، فانطلق الشبهة في تعارض بآتين الروايتين. وخلاصة هي أن هذه المرأة لم يغتصبها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من قول مدير المركز، لم يغتصبها النبي صلى الله عليه وسلم بل تزوجها وعقد عقدتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم. نعم، شكرا مجددا. نسأل الله السلام عليكم. هذا وعليكم السلام، أسمعكم. نسأل الله يجعل هذا في ميزان حسناتكم. ننتقل إلى المحور الثاني وهو ما يتعلق دعوى إرادة النبي الزنا بامرأة أقيم عليها الرجم فالعياذ بالله. ممكن أشغل المقطع وتقوم كما قمتم سالفا ببيان وكشف الغطاء عنه. نعم صح؟ نعم أبشر. نعم شغلوا المقطع. نعم أسمعكم جيدا. نعم أشغل المقطع أولا. أسمعكم. اليوتيوب تعليقنا على نعم لا بس أبشروا. àdìsí tí wọ́n ní pé ànábì orépù tó sì wà nù sọ̀hí pé ànábì ò so igi ọmọbìnrin ọ̀hún pé ànábì kan fa ẹnìkan lẹ́yìn wọ́n wá ń lọ wọ́n wá dé àdúgbò kan tí wọ́n ń pè ní shout ògiri méjì wà ń bẹ̀ wípé fa'tazilu nisaa fil mahid ọlọ́run ò ṣe sísè náà wà ànábì. اخترت سابقا هذا هو الفيديو لو سمحتم. òun ni wọ́n ní ọkùnrin kan ń jẹ́ Hilal ibn Umayya قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم. ọlọ́ba nẹ́bí oní pé ìyàwó òun ṣe ṣìnà
Shariki bun Samha. ẹni tó ń bá ṣe ṣìnà ni Shariku ọmọ Samra. Sahama. Shariku ọmọ Sahama ló ń bá ṣe ṣìnà. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Al-bayyinatu awil had. Inú kó fìdí ọ̀rọ̀ nílẹ̀ ṣàlàyé kó yé. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankara. Al-bayyinatu ala al-mudda'i ẹni tó bá pè ẹjọ́ òun ni ó ní àlàyé láti ṣe. Wal-yaminu ala man ankara ẹni tí a pè lẹ́jọ́ ní tá a fẹjọ́ ẹ̀sùn tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ owó búra ni. Níbi ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ kí ni eléyìí al-bayyinatu Ànábì ní ṣe àlàyé ló ṣe o. awil had àbí ká ṣe ìkọ́mọ haddu fún ẹ ká ṣe ṣẹ̀ríà fún ẹ ká ṣe ọmọblála. haddun fi zaharika. àna ẹ lẹ́yìn àna ẹ ní ẹgbà lẹ́yìn nípa o parọ́ mọ́ ìyàwó rẹ̀. pé kọ́sífù ni haddu kọ́sífù ni thamanina jalida. ẹ̀yin ni fún ẹlòmíì tí ìṣọkọ àtìyàwó àmọ́ ńgbà tí àyà ò tí ì dé tí hukumu ò ì dé tóun wá sọ wípé ìyàwó òun ń ṣe ṣìnà pẹ̀lú ọkùnrin kan l'Ànábì sọ pé alhaddu á ṣe ọ́ lẹ́gba. awil bayyina. àbí kò sì ṣàlàyé haddu ni ẹ̀yìn rẹ̀ lánàá àná ní samanina jaldatan àná ní 80 lashes. imma an ta'tiya bi shuhud. imma an ta'tiya bi shuhud tó bá sì ṣàlàyé ó mẹ́lẹ́rìí wá. aw yuqamu alayhi haddul qazfi. àmì ká sì ṣe ṣẹ̀ríà wípé ó parọ́ mọ́yàn wípé ó ṣe ṣìnà tí ò bá ṣe ṣìnà. faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha ra'a ahaduna ma'a imra'atihi rajulan. tẹ́nìkan Ànábì wa ni bẹ́nìkan bá rí tí tó bá rí ìyàwó rẹ̀ pẹ̀lú ọkùnrin kan. yanṭaliqu yaltamisu al-bayyinata. torí wọn tẹ́jì jọ rìn ẹni nídìí ni kó wá àlàyé ni ó fi ṣàlàyé ara ẹ̀ yaltamisu al-bayyina wọ́n gbọ́dọ̀ mú àlàyé wá tí ó yẹjú tí ó yẹ yékéyéké. faja'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul. làwọn ìbá wa ń sọ wípé. al-bayyinatu wa illa haddun fi zaharika. haddun fi zaharik ó tẹ ẹ̀yìn lẹ̀ á sì nẹ́ ń blala. faqala Hilal. ní Hilal bá sọ wípé. walladhi ba'athaka bil-haqqi. mo fi ẹni tó rán iṣẹ́ tó gbé dìde ní òjíṣẹ́ tó ń jẹ́ Ọlọ́run mo fi búra. inni lasadiqun. ntòun wí òótọ́ lòun sọ. wala yanzilanna Allahu ma yubri'u zahari min al-haddi. Ọlọ́run wàá sọ tí ò ní jẹ́ kí ẹ̀yìn òun kẹgbà tọ́ sẹ́yìn òun tóun ò ní tọ́ sí blala. Ọlọ́run dá sí. fanazala Jibril ló bá dé. wa anzala Allahu alayhi. lọ́lọ́run bá sọ ááyà. walladhina yarimuna azwajahum àwọn tí wọ́n ń ju ìyàwó wọn lóko ṣìnà. walam yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum. tí wọ́n sì ní ẹlẹ́rìí kankan tayọ ara wọn. fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi. èyí tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n búra lẹ́ẹ̀mẹ́rin. innahu lamina sadiqin. ṣahada ni o túmọ̀ ẹ̀rí. ṣahada ni túmọ̀ yẹmínú ṣahadatun billah yóò ṣe yẹmínú billah yóò búra yóò fọlọ́n búra. wal khamisatu la'nata Allahi alayhi. ìlera rẹ̀ wípé ibi dandan Ọlọ́run kó máa bá òun. in kana minal kadhibin. kó ń parọ́ mọ́ ẹni yóò ṣe bẹ́ẹ̀. obìnrin náà. wọ̀yẹ̀dẹ̀rọ̀ wà ní al-azaba. pé kọ́lọ́wọ́n bá kó sì lé ìyà jìnnà. an tashhada arba'a shahadatin billahi. èyí ò ní ó fi lé ìyà jìnnà fún rẹ̀. ibi ẹ̀rí azabu tí wọ́n fẹ́ nà lẹ́gbàá wọ́n ṣe kínní fún ẹni tí ó lé jìnnà ni yẹ̀dẹ̀rọ̀ wà ní al-azab.
أن تشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها. obìnrin náà ó búra bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́rin ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún pé ibi dandan غضب الله عليها إن كان من الصادقين. òun lòun parọ́ ọkọ òun sòótọ́ kíbi dandan Ọlọ́run máa bá wọn. tábà ti búra bẹ́ẹ̀ ni ó di kí wọ́n yẹ̀ wọ́n kí wọ́n yà wọ́n. ọ̀wá ni. وقرأ حتى بعد إن كان من الصادقين فانصرف النبي. ẹ̀wà tí ànábì tí wàá yí sọ̀kalẹ̀ débẹ̀ فانصرف النبي lànà ìbá dìde. wọ́n bá pè Hilal. ìdájọ́ ti dé ìdájọ́ tó dé yìí. فأرسل إليهما فشهد هلال. ẹ wọ́n pè ìyàwó rẹ wá. lọ pé ìyàwó rẹ wá. àtiwọ́ náà. ẹ wàá búra ni. ìbúra nìyí ó kà fún wọn. والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. wọ́n lọ pè ìyàwó wá. فشهد هلال. Hilal bá búra bẹ́ẹ̀. والنبي يقول. Ànábì wa ń sọ fún wípé. إن الله يعلم أن أحدكم كاذب. أن أحدكم كاذب. Ànábì ní ó dáhùn lójú wípé ẹnìkan nú ẹ̀yin méjèèjì ló ń parọ́. أحدكما كاذب. أن أحدكما كاذب. ìkan nú ẹ̀yin méjèèjì lẹ́ ń parọ́. fàhálì mímọ́ taibun sáré ni tí ó túbá inú ẹ̀yin méjèèjì tí ó tètè túbá pé rárá o kò rí bẹ́ẹ̀ o. thumma qamat. lóbìnrin ní bá dìde fashahidat lòun náà bá búra falamma ó búra ẹlẹ́ẹ̀kíní ó búra ẹlẹ́ẹ̀kejì ó búra ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó búra ẹlẹ́ẹ̀kẹrin labani ko dúró tó bá fi ẹlẹ́ẹ̀karùn sí ó di mujaba. Allahu Akbar. yóò di ọ̀ràn yẹn wípé kẹ́ yàrá yín ìyá ọlọ́run ó sì di ọ̀ràn yẹn lẹ́kàn lórí inú ẹni tó bá jókòó rọ́nù yín. innaha mujabatun li'adhabillahi wa ghadabihi. Allahu Akbar. ìyá ọlọ́run àti ìbínú ẹ̀ yóò máa bẹ fún kan náà yín méjèèjì. faqala ibn Abbas mò ń bọ̀ lórí àwọn àdìsí yìí o mò ń bọ̀ lórí ẹ̀ àmọ́ kàkà àdìsí yìí délẹ̀ ẹ wàá tọ́ka ibi tí mò ń bọ̀ ń bẹ̀. Hayyakumullah. tó fi já sí pé ẹjẹ adébẹ. Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas wá wípé wọn ní Ibn Abbas ló gba àdìsí yìí wá. fatala. àmọ́ ń bolẹ̀ tí máa rí ẹ bá nu tafsiri Ibn Kathir ẹ sì bá nu àdìsí Buhari. fatalakkat wa naqasat. lóbìnrin ní bá dákẹ́ sí i kò lè sọ̀rọ̀. wa naqasat. hatta zananna annaha tarji'u. ta kọ́kọ́ rò yí pé bóyá kò ní lè kọ̀ntínú mọ́ yóò ṣẹ́rí padà yí pé òun tún bá ń kò rí bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn ẹbí ti sọ pé bó bá fi búra ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún innaha mawjabatun li'adhabillahi wa ghadabihi. ثم قالت لا أفضل قومي سائر اليوم. owó ní dójú ti àwọn ìjọ òun lè ní àwọn èèyàn òun àwọn fámìlì òun. Allahu Akbar. فمضت في لعانها. ló bá búra ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ní gbàm. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. a sọ yìí pé. أبصروها. ẹ wo dáadáa. فإن جاء به. tó bá padà wá. أكحل العينين. tójú ẹ wá létí irú tó yáàyè sí. sábìgàlẹ̀ àlìyàtẹ̀yìnì. tí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ sọ̀kalẹ̀. kàzálàtà sàpẹ́yìnì.
Hayyakumullah. kílẹ̀ khadalata saqayn tí ẹsẹ̀ rí pò. fahuwa li shariki bunu sahama. bó ti rí ni ṣẹ̀ríkù ni ó máa bá lọ ṣẹ̀ríkù tí ọkọ ṣe túmọ̀ sí pé òun ló ń bá ṣe ṣìnà òun ni ó yà ní ọkọ ò ní ní mọ́. faja'at bihi kadhalika. ọba mú búra wa ìyẹn pé tó bá fi mú búra yẹn ẹ máa wò tó bá fi búra ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ni o kódà kó wá dé kó létí ro kójú ẹ wá tún ẹ kó ṣe kí ni wọ́n máa ń kùn so. Ó make up. kó ṣe mékọ́pù kí gbogbo ẹ halal àìní tí gbogbo ojú tó fi eyebrow àbí Pedicure. tó ṣe bẹ́ẹ̀. faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì bá wá wípé. lawla ma mada min kitabillahi. lawla ma mada min kitabillahi tí o bá ṣe tó ti kọjá nínú tírà Ọlọ́run ni nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àṣẹ Ọlọ́run ni. lakana li wa laha sha'anu. èmi pẹ̀lú rẹ̀ ọba dà nǹkan pọ̀. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. ألف كلا. Sallallahu alayhi wa sallam. èmi kọ́ mo sọ ìbá bá ti kà á ní àbí ẹ̀dákùnrin lára ẹ̀yìn tẹ́ gbọ́n lárúbáwá èmi wọ́n lè wá lé mi ò gbọ́n lárúbáwá o. Hayyakumullah. لا إله إلا الله. n ta n sọ nípa àdíìsì àtàwọn ọ̀rọ̀ míì táwọn èèyàn ò fẹ́ gbọ́ nù ni. Táwọn bàbá wa ń sọ nípa àdìsí àti àwọn ọ̀rọ̀ míì táwọn èèyàn ò fẹ́ gbọ́. àbí tí wọ́n sọ pé àwọn tó ti dé o akínlélẹ́yìn tó tún wíyé o. Allahu akbar. sẹ́ni ìsìn tí n bá sọ pé sábàbù nùzúlì yìí nǹkan kí nǹkan ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ ló sọ ni. Subhanallah. wọ́n á ní mo kọlu sàwábìtù. pé nǹkan tí àwọn kútùbù sí àyè sẹ́tà táwọn afá panupọ̀ táwọn afá bá panupọ̀ tó bá rí yẹn èmi nígbà tí wọ́n ń sọ làákàyè mi ò gbá wọlé ni. Allahu akbar. sọ kì í sì ṣe ìlìzáàmù fún mi kì í ṣe dandan wípé gbogbo táwọn àfa yẹn bá wí tọ́lọ́hún ò wí wípé dandan ni mo gbọ́dọ̀ gbà. Allahu akbar. nǹkan wí nìyẹn wọ́n bá wí pé kẹ́ni ọlọ́run ò wí ọlọ́run sì lágbára kó wí Allahu akbar. ọlọ́run ò sì ròyìn ànẹ́bì báyìí. Hello. سبحان الله العظيم. شيخ هل أنتم تسمعونني لو سمحتم؟ أنا لا أسمعكم، وإذا كنتم تسمعونني ممكن تواصلوا والناس والمتابعون يسمعونكم كذلك حفاظا على الوقت وروما للاختصار. شكرا. شيخ يوسف، للأسف الشبكة عند الشيخ كما يبدو جليا ضئيلة جدا، وذلك لا يمنعنا من المواصلة. فالصورة التي رأيناها قبل قليل هذا هو المناقشة لدى جدوين الغوغاء الجهلاء، وأنا لا أدري ماذا أقول في حق هؤلاء السفهاء. أنتم تفتخرون بالجهل والغترسة والكبر والضلال، نسأل الله السلامة. تناقشون بهذه الهمجية بهذه السفاهة، أتظنون العلم فكاهة؟ أتظنون علوم الدين لعبة؟ نقول لكم بأن صاحبكم على الضلال وعلى الغي يظهر للناس جهله ويتكلم بالغترسة والجهل، وتلتمسون منا أن نحترمه على هذا الجهل؟ لا، كلا كلا، لسنا معصومين كذلك، لكن هذا الجهل يبدو جليا لكل الأعقاص والأداني. لذلك نقول لكم أصحاب ددورة، هون عليكم. الشيخ المعي يتواصل بي. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا سلام. نعم ننتظركم، انضموا إلينا مجددا إن شاء الله.
اخرجوا وانضموا إلينا مجددا. اخرجوا وانضموا إلينا مجددا إن شاء الله. وقبل انضمامه وسنفتح المجال للتدخلات من الإخوة الذين يريدون أن ينضموا إلينا ويعلقوا على ما كنا في صدده. لكن كما قلت سابقا إن هذا الرجل حبيب الله خبيث جهول متغطرس الذي لا يعرف بعه من قوعه، يتكلم دائما بالجهل. ويؤلمني جدا أن أصحابه لم يزالوا يدافعون عنه. لماذا؟ نعم، أهلا بكم مجددا. نعم، تسمعونني الآن؟ استمعنا إلى المقطع وإن شاء الله نريد أن تعلقوا عليه قبل المواصلة إلى محور الثالث والأخير. تفضلوا. طيب، بارك الله فيك. وأظن أن الجميع استمعوا إلى ما قال مدير المركز في هذا الحديث. الحديث في صحيح البخاري رحمه الله، وهذا رواه رحمه الله تعالى عن رضي الله عنهما. قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال أي هلال ابن أمية: يا رسول الله، رأى أحدنا على امرأته رجلا يلتمس البينة، فجعل عليه وسلم يقول: البينة أو في ظهرك. فقال هلال: بعثك بالحق إني لصادق، ينزلن الله ما يبره ظهري. فنزل جبريل الله صلى الله عليه وسلم: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. الآيات من سورة النور أنزلها الله تبارك وتعالى بسبب هذه القصة. كانت هذه القصة سببا لنزول الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم وكن لهم شهداء إلا أنفسهم، شهادة أحدهم 4 شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدره عنها العذاب أن تشهد الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس آية، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، فانصرف عليه وسلم فأرسل إليها، أي أرسل زوجة هلال ابن أمية، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب، أي فهل منكما من يتوب عن فقال عبد الله، ثم قامت فشهد كانت عند الخامسة، وقفوها قالوا إنها موجبة، آيتها الخامسة موجبة للعذاب، وقفوها وقالوا إنها موجبة. فقال عبد الله بن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قائر اليوم، لا أفضح سائر اليوم. فمضت في شهادتها، ليس في الحديث، جعلت في شهادتها لأشرها هذه الجملة شهادتها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به، أي فإن جاءت هذه المقذوفة بالزنا، فإن جاءت بمولودها الذي سوف تنجب به بإثر هذا الزنا على العينين، أي أسود جفون العين سابغ الأليتين، أي غليظهما وخدل، فهو لشريك ابن سهماء، أي هذا الابن الذي سوف تنجب به هذه المرأة إن جاءت السلام عليكم شيخ. تسمعونني؟ سبحان الله، ماذا حصل؟ ماذا حدث؟ أساء فهم هذه الجملة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فإنه لشريك ابن سهمة. فظن حبيب الله آدم مدير المركز أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر هذا الحديث أنه يريد أن يجامع هذه المرأة، وحاشاه أن يفعل ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ظن حبيب الله أن هذه الجملة وهذا الموضع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجامع هذه المرأة. فلذلك نقول حبيب الله آدم عبد الله الإلوري ليس عالما وليس علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فطريقته أو طريقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح طريقا علميا منهجا علميا. فلذلك عند أهل العلم قاعدة مفيدة يقولون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، فلا يعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يفهم العربية، فليس له أن يعترض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسيء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أكثر 10 فوائد. استفيد من هذا الحديث أكثر 10 فوائد من هذا الحديث، لأن هذا الحديث تعلق بالطلاق، تعلق باللعان عظيما لنزول الآيات التي قرأناها من سورة النور. وقعت هذه الحادثة، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجامع هذه؟ فالذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لولا ما سبق من حكم الله سبحانه في أنه إذا تم اللعان فهم ضئيل نتن جدا، هو لم يفهم. لولا عرف الامتناع للوجود، لولا وجود آية، لولا وجود حكم إلهي شرعي لأقام عليها رسول الله الحد، هذا هو المعني. لكن الرجل لإنكاره للسنة وعناده وغطرسته أساء الفهم، تجاهل. لا نقول أنه جاهل، لكن يتجاهل. لماذا؟ لأنه يرى أهل السنة عدوا له، لأن هؤلاء هم الذين يكشفون الغطاء عن جهالاته وضلالاته. نسأل الله أن يبارك فينا جميعا. وقبل انتقال إلى المحور الأخير نفتح المجال للإخوة للتداخلات وتعقيبات وتعليقات كذلك. وماذا ما رأيكم؟ هل تتفقون معي؟
أستاذ يوسف لو سمحتم، فسامحونا متابعينا الأعزاء، فالشبكة ظلمتنا وخانتنا اليوم، أسأل الله السلامة، لكن نرجو أن تصل الرسالة وينفع الله به الجميع. وإن شاء الله ننتقل إلى المحور الثالث، وهو دعوى ثبوت لمس النبي لأزواجه في الحيضة. هذا هو المحور الأخير، هذا هو المحور الأخير إن شاء الله. وبعد ذلك نفتح المجال، الناس يتصلون عبر واتساب ويبدون آراءهم كذلك. ومما يبدو وقد قلت سابقا أن توضيح الواضحات من أهم المشكلات، بيد أن الحديث واضح لكن الرجل أساء الفهم إنكارا للسنة وحقدا لأهلها، نسأل الله يشفيه، لأنه مريض العقل ومريض المروءة ومريض الأخلاق، وفقد كل شيء لأنه فقد المروءة. إن شاء الله نستمع إلى المقطع الأخير ونحكم عليه، وبعد ذلك نفتح المجال للناس أن يتدخلوا. نعم هذا هو، تفضل. النبي وعليه اجلسوها هنا بانكا. حدثنا أبو نعيم. وني حدثنا أبو نعيم. حدثنا عبد الرحمن بن غسيل. حدثنا عبد الرحمن بن غسيل. عن حمزة. بن أبي أسيل. عن أبي أسيل. رضي الله عنه. wàá rí wàá bá mi àgbà wa náà àdìsí pé ànábì máa ń wọlé tọ̀ àwọn ìyàwó ẹ̀ bá wọn lò pẹ̀lú nǹkan oṣù. Allah. أولا. àkọ́kọ́ àdìsí ni. حدثنا قبيصة. أني حدثنا قبيصة. قال حدثنا سفيان. عن منصور. عن إبراهيم. عن الأسود. عن عائشة. قالت كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. سبحان الله. عائشة wí pé ànábì ó sọ pé ó yá lọ fọ ojú ara, òun sì ń ṣe nǹkan oṣù, ànábì ó wá bá wọn lò. A'udhu billah. Tàlẹ́ni tó ń fi àbùkù kan ànábì. Sallallahu alayhi wa sallam. A nílò àwọn àdìsí ẹ̀dùnú kì í ṣe sọ yìí Buhari kọ́ ló gbà wá ẹ̀ ń wí pé mò ń bú Buhari ẹni mi ò tẹ̀lé súnà. Ṣé súnà ànábì ìwọ tó ń pèrè ní súnni? Ṣé àdìsí tó ń kà ní irú nǹkan tó ń ṣe pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ nínú lérè? Tálkùránì sọ pọ́nyẹ̀hún wípé fa'tazilu nisaa fil mahid, ọlọ́run ò ṣe sí sinna wà nábì. نعم نسأل الله السلامة. إن لم يكن ما تفوه به هذا الرجل الجهول جهلا، إن لم يكن ما قاله جهلا، فمن الجهل وما تعريف الجهل؟ هذا عين الجهل، نسأل الله السلامة. نعم شيخ يوسف، فالمجال لكم أن تبينوا للناس وتظهروا لهم حقيقة الأمر وجهالة الرجل. تفضلوا شيخ، حياكم الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. حاضر، نسمعكم جيدا. يخرج صوتي؟ نعم يخرج واضحا، ونريد أن تكشف الغطاء عما تفوه به الجهول. أقول وهجأل من حمار أبي جهل. نعم نسأل الله سلامة. تفضلوا. لكن قبل ذلك كان هذا الطفل عرف ضخامة جهل مديره، لذلك فر فرار الآبك، لأنه عرف كيف يدافع إنسان عاقل يدافع عن هذه الثرثرة وعن هذه خزام بالعكس. أين العلم؟ أين الأدب؟ هذا الرجل كذوب جهول يتكلم بالجهل وأنت تأتي وتدافع عنه. سبحان الله، نسأل الله سلامة. تفضلوا. قد يبدو جليا أن طلحة فرار الآبك، وقد سبق أنه ينشر الفيديوهات ويهدد. سبحان الله. لكن بسم الله، تفضلوا. هو ثرثار، هو غراب كذلك يفعل غراب ثرثار شيء. سبحان الله. دائما أنا ألاحظ فيه الخوف، وينشر فيديو والمقاطع ليهددنا ويأتي ويعتذر إلينا أنه كذا وكذا اشترط ولم نوافق على شرطه، بعدما سبق أن اشترطنا واتفقنا، لكن قبيل المناقشة أتيت بشرط آخر تخلصا وفرارا. نسأل الله السلامة. تفضلوا.
نعم، وبالله توفيق وبه الهداية إلى سيك. كما سمعنا من كلام مدير المركز أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجاهد في نقد كلامي. أود أن أبدأ بالآية التي قرأها من سورة البقرة، وهنا أنبه على شيء ما، وهو أن منكر سنة له قاعدة، وقاعدتهم التي هي كل حين في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله هي أن الجدار. وفي هذا المقطع ذكر مدير المركز الآية وتعالى فيها كان المحيط، قل هو أذن النساء في المحيط وأبوهن حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية. فهذه الآية لم يخالفها حديث ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته وقت حيضهن. لم يخالف هذا الحديث الآية المذكورة. ماذا؟ لأن هذه الآية لابد من أن نعرف نزولها. فما سبب نزول هذه الآية؟ ذكر الإمام مسلم قال كما أخرج في صحيحه يقول: وحدثني زهير ابن حرب حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا حماد ابن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها لم يجامعوها في البيوت. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيا فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء وبعد النذر كاملة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اصنعوا كل شيء، أي اصنعوا كل شيء مع أزواجكم إلا النكاح، أي إلا الجماع، أي لا تجامعوهن لا تناكحوهن، بمعنى إدخال شيء في شيء. أما ما خلا الجماع وما خلا النكاح فيباه لهم في أزواجهم حتى والتكبيل والملامسة حتى التفخيذ كما يقول بعض أهل وهذا الذي فيه سبب نزول ويسألونك عن المحيض يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجامع أزواجه وقت حيضهن. فما الذي حدث في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم كنت أغتسل أنا وصلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب ويأمر فأتزر فيباشر يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث سياقه يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجامع أمنا عائشة رضي الله عنها وقت. فما السياق؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم
يأمر عائشة رضي الله عنها أن تضع على عورتها من السرة إلى الركبة إزارا يغطي عورتها الفرجية، ثم بعد ذلك يشيرها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الملامسة والميسة بمعنى الحديث. حديث أنس بن عيسى مهيد قالت هذه الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، فخرجت بذلك المباشرة والتكبيل والملامسة والمماسة. إذن يباه للرجل أن يباشر امرأته وأن يقبلها وأن يلامسها وأن يماسها وهي حائض، ولكن ألا يجامعها ويناكحها. هذا معنى الحديث. كما عند الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها، وهذه الرواية في البخاري معا. لا سبحانكم أن تعتذر في فور حيضتها أو في فور حيضها فيباشرها. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه، أي عضوه الذكري. هذا معنى الحديث. الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجامع أمنا عائشة رضي الله عنها أو غيرها من أزواجه وقت حيض إنه. طيب، نعم، شكرا لكم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلت الرسالة، ونسأل الله أن يهدي الددويين والشيخ. السلام عليكم. ويبدو في آخر المطاف أن طلحة المتشدق الثرثار فر أخيرا من المناقشة. 8-0 5-0 2-5 4-1 8-2. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. قد قطعت عنا، انفصلتم عنا. وعليكم السلام. ماذا حدث؟ أعيد الانضمام. انضموا إلينا مجددا. أعيد الانضمام. نعم إن شاء الله، إن شاء الله. تفضلوا. أرى أن عندي مشكلة في الشبكة، سبحان الله. وسأنضم إن شاء الله. لا بأس، حاولوا. والآن قد طرحت سؤالا إلى فضيلتكم، ممكن تتكلم والناس يسمعونكم. كما أفادني الأستاذ بأن الشبكة عنده ضئيلة ضعيفة، ونستسمحكم لو سمحتم أن تساعدونا في المشاركات ما شاء الله. الحمد لله. نعم، طرحت إليكم سؤالا حساسا جدا، وهو ما الذي ترون في هذا الرجل؟ ما الذي أشكل عليه حتى يظهر للناس جهله وعناده وغطرسته إلى هذا الحد؟ فالحديث واضح والمعلومات واضحة، لكنه أصر على جهله. لماذا فعل ذلك؟ لأنه لا يوجد ولو تلميحا في الحديث ما يشير إلى الجماع. ماذا حصل؟ نريد أن تبين لنا ذلك قبل أن نتطرق إلى المشاهدين الأعزاء. سبحان الله، نسمعكم. ماذا حصل؟ لعلي أنظر في فيسبوك، لأنني لست متابعا للبرنامج على الفيس، بس أنظر هنا. السلام عليكم. نعتذر إليكم.
نعتذر